في الحته دي كلهم بيه مبروك هناك في شرق السودان، كل الناس الموجودين في الغاء ما في زول ما موجود، لان في ناس مشوا دول ثانيه ونزلوا وجوا راجعين ثاني طيب انا برضه انا ما قاعد اشاهد الاعلام او الميديا كثير، لكن انا شايف هم هسه قاعدوا بيطلعوا دايرين يسالوا يوغندا وما عارف ليه. هم الدعوه دي منهم، هم سووا فوقهم بالمناسبه. هسه حيطلعوا بيانات طبعا وحيطلعوا استفسارات. ده السيد السفير موجود، احنا جينا السيد الرئيس شرح لنا انه هم جو وجابوا زولهم ده وطلبوا وساطه انه الرئيس يتوسط عشان برضه ثاني شيء ان احنا يا اخواننا ان احنا ما ضرانا الا السكات، ان احنا لا دائما نسكت. واكثر شيء ضرانا هو يا اخواننا مفاوضات جده، لان مفاوضات جده انا قاعد اتكلم مع الناس دي طوال المفاوضين يا ناس، اي جوله طلعوا بيان يقول لك والله السعوديين وما عارف ايه. السعوديين نعم، السعوديه قبلتنا، السعوديه قبلت مليار ونص مسلم، نعم، لكن ده تفاوض، ده حقوق حق الشعوب، ما كلام ساكت. لازم اي جوله انت تطلع بيان حصل واحد واثنين وثلاثه، حصل واحد واثنين وثلاثه في الاجتماعات دي، توصلنا لواحد واثنين وثلاثه. هسه هم طوال يقول لك جده وما عارف، جده ما رفضوهم، احنا رفضنا جده، رفضوهم احنا ما رفضنا جده. السعوديين المفروض يكون عندهم سعوديين المفروض يكون عندهم كلمه، انا ما بقولها لكن يكون عندهم كلمه كويس، المفروض يكون عندهم كلمه. وانا يا اخواننا اخر لقاء اخر جوله اتكلمت مع فارس النور بالذات، يا فارس النور طلعوا بيان رسمي كل حيثيات الجولات الثلاثه دي كلها اشرحوها للعالم عشان ما تطلعونا بكره احنا غلطانين. قال لي والله السعوديين واخواننا السعوديين وما اعرف ايه يا اخي السعوديين دول في الحج في العمره ما في سعوديين، السعوديين دول هناك تمشي بيت الله تحج، تمشي تزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن في التفاوض ما في سعودي ولا سوداني واحد. احنا سكتنا عشانهم هم، لكن المفروض هم بعد ما نادي رفضوا السلام هم يطلعوا يا جماعه نحن والله سنه احنا السعوديين دول اللي قالوا احنا ماشيين فوقهم سنه، ما بعد سنه ان احنا عرفنا انه السعوديين دول ما ماشيين صح، بعد سنه. عشان كده ان احنا رفضنا انه تاني جددي صحيح بنود احنا ما رافضينها، بس ان بنود ما رافضينها، لكن كونه هم وبالمناسبه يا اخوان عشان تكونوا عارفين ان احنا من اول يوم الحرب وراجع فيديوهاتي انا الاول طلعت من اول يوم الحرب ان احنا قلنا التفاوض افريقي، السلام يتم في افريقيا، الايجاد زايد الاتحاد الافريقي. الناس اللي خشوا فينا كيف؟ هم والامريكان انه نحن يا اخي مسهلين، ولا ده ما الاتفاق؟ نحن مسهلين وليس مفاوضين، بعد شويه بقوا مفاوضين. قلنا يا ذول امين، ما في احسن من السعوديه، دي بلدنا ودي قبلتنا وخلاص، ديل الناس اللي بيجيبوا السلام. لكن الموضوع ده يا اخواننا انا شايف ناس كتار ما انا هقوله، الموضوع ده تكتيك عشان يمكنوا البرهان كان في البدروم، يمرقوا البرهان من البدروم اول حاجه. اثنين يجيبوا المرتزقه، وفعلا اول ناس وصلوا الايرانيين وبعتهم الاوكرانيين
الاوكرانيين جابوهم بالكذبه بتاعت انه نحن معانا فاقنا ريد جاب السودان منه؟ ما جاب عمر البشير. عمر البشير ده عمله من وشين لبرهان. عمر البشير وبرهان شنو؟ حاجه واحده. فرقهم شنو؟ كويس يا اخواننا. احنا لو كان في تفاوض او في سلام، انسان ناس عندهم رغبه في سلام حقيقي، ما كان الحرب دي تم 6 شهور. صحيح احنا برضه عندنا تقصير، والحق ده طبعا نفس اليوم انت في حاله انا اتكلم ولا انت تعلق لي من برا انه انت لو بتعرف الحاصل داخل البلد شنو. اثنين يا اخواننا، الناس ديل عمرهم كم ونحن عمرنا كم؟ الناس ديل الحربه دي عدوا لها من 4 سنين. وانا قبل ما امشي للحربه دي خلوني ارجع ورا شويه. هم هسه قالوا طلعونا ما سودانيين، وطلعونا ما اعرف نيجيريين ومالي وما اعرف ايه وكلام كثير. طيب وقت انا نيجيري ومالي وده، انت جبتني عملت لي قانون ليه؟ انا كدعم فريق خليني ده سؤال ولا ما سؤال؟ انت جبتني عملت قوات اسمها قوات الدعم السريع تابعه لجهاز الامن والمخابرات الوطني، بعد قاتلت. هم طبعا يا جماعه انا اقول لكم عشان تكونوا عارفين الهدف ان احنا في مرحله يعني يقضوا بينا نقرضنا الجماعه دي عبد العزيز، الجماعه ناس اللي قاعدين قدامنا ديل كانوا كلهم برا طبعا. بعد ذاك يتلاشونا، يختلفوا معانا، يفرتقونا، لكن احنا عندنا هدف، عندنا الساعه دي هدفنا لازم نصل. ففي النهايه انطروا ما لقوا طريقه الا عملوا لنا قانون في البرلمان حقهم السابق، قانون لقوات الدعم السري. الكلام ده صح ولا ما صح؟ طيب انت كنت عندك جيش وجيش قوي وما تهزمت وما عارف ايه، جايب الدعم السري ليش؟ انت الغلطان ولا انا الغلطان؟ انا عمر البشير ده فتشته ولا هو فتشني؟ الفتش اخوه منو؟ انا جاي تيجي انا جاي ضرب لي التليفون قال لي الرئيس دايرك دايرني لي شنو؟ كلام كثير. بعد ذاك تم الدعم السريع ده. طيب يا اخواننا، هل احنا مشينا وهو الدعم السريع ده لو لا كان الجماعه دي في مروابه هو في دعم سريع؟ لكن لان شنو كانوا مزنوقين. والله اليوم اللي اتكون فوق الدعم السريع يوم 17 رمضان كان بيتشاوروا يهدوا كوبري كوستي، كان بيتشاور في هد الكباري. بعد ذلك الحمد لله تم الدعم السريع ومشى. وبعد ما تحاربنا مع اخواننا ديل فقدنا نحن مش نموت الليله في الحرب دي. صحيح الحرب دي حرب طاحنه، حرب دي مجازر وده تطهير عرقي، لكن نحن بنقاتل من زمن طويل، بنموت من زمن طويل. الحروب اللي بينهن الحروب دي من زمان. احنا فتحنا القناه بيتقاتلوا من اجل شنو؟ لو سالت متقاتل ما بتقدر، ما في اجابه. طيب يا اخواننا، بعد احنا مشينا وانتهى موضوع التمرد وانتهى التفلت، رجعنا لافرادات الحرب في دارفور وانتهينا منها كلها. بعد ذاك بقينا يا اخواننا جينا الخرطوم. انا عشان اكون بالمختصر المفيد، انا عمر بشير ده جيت له مرتين. احنا التغيير ده مش 18 و19، احنا التغيير ده من 17 احنا طلعنا برا الموضوع. من 2017 احنا جينا لعمر البشير يا سيد الرئيس. اصل خلافنا مع عمر البشير الفساد، ما عندنا خلاف ثاني. وقدك لم نعرف حركه اسلاميه لا حركه شيطانيه لا حزب همه لا شيوعيين ما بنعرف الكلام ده ذات.
كم نعرفه كان الليل الناس ارتاحوا، لكن للاسف الشديد ما بنعرف. يا اخوي الدولار ده مرتفع، الدولار لو تتذكروا كان ب 12 وماشي 13. يا اخوي الدولار ده مرتفع، ولا الاتصالات دي بترفع الدولار، قال لي دي حقتنا. ده قول واحد. تاني السبت الجاي يا سيد الرئيس الدولار ده مرتفع وما في عايد سريع الا الذهب ده. قال لي ذهب هو في؟ ذهب ما في يا ناس، ذهب ما في. يا اخي انا بعرف اكثر من 35 شركه، ده تعدين مش تقليدي، تعدين 35 شركه، اقل شركه يمكن تجيب في شهر 300 كيلو، ده غير التعدين التقليدي. زول رئيس يقول ما في ذهب. انا طلعنا برا قلت له عبد الرحيم انا منفخ في قربه مقدوده، ده راس الفساد. هسه يقول لك انا هميتي عنده ذهب وهميتي بتاع ما اعرف هرب ذهب، ده كله كذب، ده نفاق. انا كان عندي قريب بشتري ذهب، ذهب ده ما حق موجود، لكن انا لا بهرب ذهب ولا محتاج اهرب ذهب، وانا خلافي معاه الفساد ده يا اخواننا 2017. لكن انا من 2017 انا ضد التغيير يا اخواننا، الكلام ده برهان عارفه. انا برهان ما كنا عارفين، ما كنا قايلين انه هو كوز، ما كنا قايلين انه هو كوز. بعد ذاك طوالي مشينا لغايه ما ربنا جاب الثوره. ويا اخواننا الحاجه الناس تفهمها، الشيء المفقود او الشيء الدخيل بالنسبه للناس دي، التغيير تغيير حقهم هم، خانوا بعضهم، هم داري يشيلوا عمر البشير والنظام يكون في محله. دي الخطه، لان العمله بقت ما موجوده في السوق، في البنوك. الشالة منه المعاكس حقت بتاعت منتجات الادخال هنا والقمح ما عارف ايه، مدخلات الانتاج شنو ده كله، شنو عشان يقيموا الجماهير. وده شغلهم هم، شغل بتاع جهاز، كله شغل بتاع مخابرات وجهاز واستخبارات وحركه اسلاميه. لكن الحاجه اللي ما كانوا متوقعين افتكروا الدعم السريع ده يضبطوا بها بس، دي الخلت يا جماعه النظام حقهم شنو اختل. لكن طوال بيحكوا الموضوع ده ببرهان ده، الموضوع ده يا اخواني اللي يحكوا منه ببرهان ده، برهان ده جابوه بعد احنا رفضنا ابن عوف. الموضوع ده طبعا موضوع طويل. بعد رفضنا ابن عوف، ابن عوف رفضوا منه، رفضوا منه، رفضوا منه ابن عوف كويس. بعد جابوا برهان بدا يخطط يحفر بالابره اللي اتكلم عنها دي. يا اخواننا الناس ديل من 4 سنين هم بيحفروا بالابره. طيب الثوره كانت ثوره عظيمه، الناس الان بيتكلموا فيهم وبنبذوا فيهم. قال احنا في ناس الان يا اخوان الانسان ده مبدا، واحنا يا اخواننا من هنا برضه نشيد باخونا عبد الواحد محمد نور. لان الزول ده سموه مستر نور. ليه؟ لان عارف العصابه دي، العصابه اللي احنا فاوضناها دي وعارفها، عارف ما بيصل لنتيجه، عشان كده قاعد. بس اكثر دول مستفيد طبعا، اكثر دول الان مستفيد عبد الواحد، لكن برضه لابد لهم ما يفتكروا هم خليهم، صحيح ممكن يشتغلوا فوق هنا وهناك. شكرا جزيلا. طيب نحن
عشان نخط النقاط في الحروف لازم نرجع لتاريخ الناس دي، لازم أن احنا نراجع كل الفات، بعد ذاك ندي الأمل أو نبدأ في الجديد. الناس دي أن احنا ما كنا أول حاجة موضوع استغلال ده شيء اللي من اللي برا. أنا موضوع استغلال ده ما بعرف، ما في استغلال. وانا قلتها قبل يومين او قبل اسبوع قدام 100 صحفي، والان بقولها قدامكم، يا ريت لو البريطانيين كانوا موجودين. زي ما بيقولوا الشايق ولا المشيق، كان البلد الان اتطورت والبلد الان مشت، صحيح استعمار لكن افضل من هذه العصابه اللي ربنا سلطها فينا. طيب السودان اتدمروا شنو؟ الخلم يتقدم شنو؟ ما الامريكان اللي بنوا الخليج ديل كانوا في السودان ولا ما كانوا في السودان؟ الناس ديل يا اخواننا خدعوا نيميري وجابوا الشريعه. الفترة الجنوب الشريعه. انا سؤالي لكم واضح، هل في شريعه؟ في ناس طبعا مؤمنين فيها متدينين وكده، في شريعه يا اخوان؟ ما في زول متدين اكثر مننا طبعا. كان دين كده، دين كده لا الله، دين لا الله كده، ليه ربنا الدين الله والرسول ده ما في، الحمد لله. لكن هل في شريعه يا اخواننا؟ ان احنا كنا مغشوشين باسم الشريعه. انا والله يا عبد العزيز ده ما فوتته ليه؟ انا قعدت معاه قعدات خاصه، مشيت لي في بيته، وناس عمار مبدل كان سلام لنا وسلموا. لكن انا سالت برايي لو كنت مغشوشين طبعا. انا قلت يا جماعه ساقول لربنا يوم القيامه كانت في شريعه ومحمد حمدان ده شالها برا؟ انا الموضوع ده بعيد مني، رغم انه تامروا فيني، ناس الهادي ديل بيشهدوا، ناس الطاهر ديل بيشهدوا، تعايشي ديل بيشهدوا، اتامروا، لكن داير اوصلهم لحته معينه، واصلا انا ماشي بالموضوع وعارف ما بينجح، لان انا عارف عبد العزيز له المبدا ما مرتزق. عبد العزيز لو مرتزق زمان كانت لما علوم زي المرتزقه الان قاتلوا فينا دي. كويس؟ الشريعه طلعت شفر، كانت ماسكه البترول وكانت ماسكه حفره النحاس في دارفور. هل في شريعه يا اخواننا؟ لو في شريعه ما في مشكله. الشريعه طبقوها في ذول واحد اسمه محمود محمد طه، ذول واحد. والان يا اخوان الحزب الجمهوري اللي احنا كنا ضده، احنا كنا ضد القراي، اكثر ناس كنا ضد القراي نحن ديك، غشونا انه زود بغير الدين وبغير المناهج وما عارف جيب ايه كلام كثير. اكثر دول اشتغلت ضده انا ده. الان اكثر حزب انا بفتكره حزب ثوري صادق في الاحزاب المدنيه اللي هو الحزب الجمهوري. دي ما مجامله، ولا هم ذات دايرين مننا شيء ولا نحن دايرين منه، لكن دي الحقيقه. وفي احزاب كثيره ثوريه. الجسم ان احنا اجسامنا دي يا اخوان 24 جسم، 7 فيها جسم عسكري، ال 17 جسم مدني. ندل 3/4 كلهم كانوا مدنيين من ضمن الثوار الحقيقيين، ما الثوار بتاع الانتهازيين المزروعين فينا زراعه. طيب لو مشينا للثوره، الثوار كلهم جمعوا في السودان وقدموا شخص وقع باسمه، بتعرفوا؟ ده كوز كبير جدا. وين احمد ربيع الان؟ احمد ربيع الان في مكتب برهان يا اخواننا. من الشهر الاول انا قلت لهم يا جماعه الزول ده خاين، شاكلوني. الان هم موجودين في ناس
مرتزقه لموا مع برهان، وفي ناس ثوار موجودين. وين احمد ربيع الان مع برهان يا اخواننا، وكتار امثاله. الثوره دي كانت ثوره عظيمه، وثوره كانت تخرج البلد، وكان بتوحد السودانيين، والسودانيين كانوا موحدين. لكن وهم ذاتهم هم افتكروا انهم اذكياء، وبدايه الحرب قالوا والله الشباب اللي انضموا لنا في الحرب ده احنا في السلام كنا ما عندنا. لكن شبابهم دول انقرضوا بس الحمد لله. هم لا صبروا، عندهم فهم، هم شغلهم هم عندهم فهم، لكن الغضب الرباني. كان البلد بيستلموها بدون اي مشاكل، بيتلونوا مطعم بيتلونوا، بس يمكن جوال يكون في موجودين، هم بيتلونوا، ممكن يتلونوا زي تلوين برهان ده. يا اخي زول ده مجرم، الزول ده بالليل مجتمع مع كرتي واسامه عبد الله واحمد هارون وعوض الجاز وعلي عثمان والبشير في التليجرام، احنا خاشين جوا ما عارفين. والصباح يجي يقول ما في اسلاميين. طيب ما في كده يا جماعه، نقول ما في اسلاميين. طيب جهاز الامن يا اخواننا اسلاميين ولا ما اسلاميين؟ في زول من مفضل ده بخذ جهاز الامن ما هو حركه اسلاميه حقيقيه؟ في زول بخش كده. خليني من الباقيين، الجيش ده خليه، يمكن يكون في 7% 10% ديل سودانيين. جهاز الامن ده مكفول يا جماعه، مكفول ولا مكفول؟ 100%. 100% شنو؟ حركه اسلاميه. الان مفضل غش الامريكان وغش الاوروبيين، وماشي لاف في الدول، هو بكافح الارهاب، يا اخي ذات الارهاب. والله العظيم بفضل ده الارهاب ذاته. والله مفضل الان الشتم في افريقيا كلها وراه مفضل. الزول ده شايل شنطه حق الدولارات دي ولافي، وطبعا الدوله تدفع الدولارات، انتوا عارفينها. الدوله انا ما بسميها، لكن انتوا براكم عارفينها. الزول ده لافي بالشنطه دي، لافي حيدمر البلدان دي كلها. اليوم وامس متفقين انه يجيبوا الشباب الصومالي عشان يقاتل معاهم. خليه يجيبوهم عشان ينتهي منهم. لانهم يا اخوان انحصروا في النيل الازرق هناك، والمسافه هناك قريبه بالمناسبه، ما زي حق الدارفور. احنا ما طردونا من الخرطوم. منو التموضع والكذا ده ما في كلام. الناس دي جاوا مسيرات واخترقونا وخشوا جوانا والشفشافه يا جماعه حقينهم طبعا. شفشافه حقين منو؟ شفشافه حقين منو؟ حقيننا انا بنعرفهم من وين؟ اجابهم منو؟ انا من الحرب دي قامت يا اخواني من 15 ابريل لغايه اليوم، انا طلعت في الاعلام ده مسكت ماي قلت يا جماعه استنفروا ولا تعالوا قاتلوا؟ هم بينبحوا 24 ساعه. وعضويتهم حقت الحركه الاسلاميه الحمد لله انقرضت. والله الا المرق بجلده. الهرب 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 مرق بجلده ان شاء الله ما يجي، لكن الموجود بقاتل انقرض. وبرضه المرتزقه على نحن تعبنا فيهم وضحينا من اجلهم 12 شهر شغالين من اجلهم. صحيح معانا ابطال موجودين ما نتكلم فيهم، ولكن اللصوص على راسهم مني وجبرين اللموا علي برهان والله ما فضل لهم نفاخناه. الان بقوا بيجندوا.
الآن بجندوا الكنابي. الجبال دمروهم وقتلوهم وحرقوهم بالنار ورموهم في البحر. الآن رجعوا بجندوا فيهم. احنا ذات ناس ما عرف نقول شنو احنا الأمة دي. ديل يقول لهم شنو؟ هو يا أخي المقاتل بيقاتل له 20 سنة، عنده تجربة وعنده احترافية، وانتهى. تجيب لي زول بتاع كنابي، زول مزارع شغال لي قطن وشغال لي كركديه وياتو. ما نقلل من الكركديه، ده شغل، وده عمل، ده عرض، ده ما فوقه شيء، لكن ما عنده خبرة بتاعت قتال. القتال ده خبرة. كيف تجيب زي ده ده تزجه؟ يا اخواننا الان هم بيتكلموا انه الدعم السريع ما عنده مرتبات، والدعم السريع ما عنده حقوق، والدعم السريع لا. نحن والله 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 الناس الجبال مرتزقه وكتار منهم طبعا الناس اللي تولفوا على جو كلبك يتبع دي كتار موجودين. اتفرزت الكيمان مشوا معاهم من اول مره، مشوا بالسودان. لكن هسه الشباب دي الموجودين دي الان الدعم السريع زائد قوة التاسيس كلها شباب دي. الشباب دي بعدين دي الناس متعلمين، ودي ناس عندهم قضيه، والما متعلم ذاته ذو القضيه. موضوع ده اختلف يا برهان. ما الناس اللي تخشهم قبيل احنا ما من ضمن ضحاياهم يا اخواننا. الناس دي من ضمن ضحاياهم ان احنا ديل، ولا ما ضحيتهم؟ الوضع الماشي في السودان ده هم يفتكروا انه الان بالدعم الخارجي وبالدول الواقفه معاهم بينتصروا وبيرجعوا للسلطه، لكن يبقوا غلطانين. بيبقوا غلطانين. رجوع السلطه ده بعد الدمار ده، بعد دمرت بلد باكملها، وين الشعوب السي؟ بعدين بتكلم لك الشعب السوداني والشعب السوداني. حتى المصباح بيقول الشعب السوداني التافه ده. يا اخي هذا شعب السودان يتكلم عنه انت؟ يا ده شعب السودان يتكلم عنه، انتوا ده ما شعب سوداني يعني؟ أتي سفارتهم هنا، سفارتهم هنا، سفارتهم عندها جماهير يقول ده؟ عندها جماهير؟ في موظفين بس حرامية. السفارات دي حقتنا نحن ديل، والله نشيلها ينطلنا وينقصرنا، والله نشيلها ينطاد وينقصر. ولازم تعملوا كلكم روابط هنا في يوغندا، لازم تكونوا مترابطين وتعملوا روابط كويس وتشتغلوا شغل عشان نقدر ان احنا نواكب الشيء اللي هم الان بيعملوا فيه. اي ذول واقف معاهم واقف من اجل مصلحه. ان احنا الليله الحمد لله احنا اليوم الحمد لله القوات دي بدت باعداد قليله صحيح، كناس مؤهلين ومدربين ومقاتلين عندهم تجارب، ما حاجه سهله. احنا يمكن بدينا ب 143,000، عندنا 60,000 في التدريب، استشهدوا مننا كتار، جرحوا مننا مئات الالاف، لكن ابشركم والله الان احنا فوق ال 500,000. ده بدون عبد العزيز الحلو وبدون مبارك سليم. ما تفتكروا الشرق ما فوقه جيش، الشرق فوقه جيش بالمناسبه.
شرق فوق وجيش قوي قايد، وبدون المقاتلين الآخرين. وفي فصائل كثيرة جدا السماء ما ظاهرة، فصائل ناس قضية بس، والله ناس قضية، جول القضية دي بس، ما انتم ايه شغلة تاني. الموضوع ده بيختلف. كيزان تاني يحكموا، والله كيزان بإذن الله، هو الحكم ده طبعا بيد الله، يؤتي من يشاء وينزع. هسه ده ما احنا شغالين في النزع هسه، النزع ده مر كويس، لكن له يوم يا اخواننا، له يوم. انا طبعا مشيت في كلام خليت نقاطي، لكن خلينا نمشي شويه. ونحن يا جماعه اول حاجه المفروض نعتذر لكم عن التاخير حقنا، اخرناكم كثير جدا وانتوا جيتوا من الساعه 2. الحاجه الثانيه برضو نعتذر عن هذه الحرب اللعينه. اول حاجه هم قالوا احنا انقلابيين. بس يا جماعه زول يعني دي المر والامر يا اخي ينقلب عليك ويعمل انت انقلابي والعالم يصدق. طيب انا ذاتي في بدايه المفروض ابدا، انا في بدايه بديت مع وفدي اجنبي قبل يومين. الان حاقول لكم انتوا السنه الحمد لله موجودين ثلاث ارباعهم بعرفوني يعني. ادارات اهليه واحزاب وحركات مسلحه وشباب وادارات كتار. هسه انا يا اخواني قدامكم ده انا محمد حمدان ده، اقول حميتي ولا دول ثاني؟ ما تضحكوا يا اخوانا، ما تصفقوا، لا تضحكوا كده. الموضوع ده موضوع جد بالمناسبه، لا تضحكوا لا تصفقوا. يمكن ما اكون انا، يمكن اكون شبيهه، اكون ريبوت زي ما تقولوا، ها؟ يعني هسه متاكدين؟ ولو داري اطلع القميص ده بطلعه يا جماعه. مرات يقولوا عندي شيء زينا، مرات يقولوا عندي جهاز من ورا، يكون عندي جهاز شغال برضه ما بيجي. اطلع القميص، اطلع النفس كده، اطلع البدله دي يا جماعه. طيب يا اخواننا دي كذبه ولا ما كذب؟ ده كذب ولا ما كذب؟ زول يا جماعه مسلم، هم بيدعوا الاسلام، طبعا الاسلام بريء منه، الاسلام بريء منه. زول بيدعي الدين وبيجي يحلف قسم اقسم بالله العظيم وكتابي الكريم، الزول ده انا دفنت فيه يدي دي. ديات النفاق ده، ها؟ ديات النفاق ده، ديات النفاق ده، ديات الكذب ده. طيب يا جماعه الكذب ده طبعا زي ما قلنا عندهم له جامعات، عندهم له مدارس، عندهم له الكذب ده هم حقهم. لانهم يا جماعه برضه يا جماعه انا داير اقول حاجه واحده كده، راجع انت تابع السيره النبويه، السيره النبويه تابعها، شوف موقفنا نحن الان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصحابه. كانوا ناس ابو لهب وابو جهل زي برهان ده بيقولوا فوق، بيقولوا في الروضه شنو؟ ما دي مثلا ناس برهان وكرتي ديل. ما المنافق ده واحد بس ما اثنين، المنافق ده واحد ما اثنين بالمناسبه، في العهد القديم والعهد الجديد المنافق واحد. او باش ما عارف ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان اولادهم موجودين زي الهادي ده، ولده واقف ورا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول للرسول والله انت اوباش ودين ما عارف ايه. بعد شويه ودى الهادي يقول له والله انا ده فلان. ها كيف انت الدوله دي؟ طالع ذوق. ده المنافقين يا جماعه. يعني احنا يا جماعه داير اقول لكم كلام، والله الحماس ما ينفع. انا داير احمل موضوع الحماس. الناس ده سرطان، لازم نستأصله. ده سرطان يا جماعه. احنا نايمين في بيوتنا، ذنبنا شنو؟ طيب تاني اديكم حاجه يا اخواننا، انا داير اعمل انقلاب، قالوا انا مش انقلاب مش كده؟ طيب انا داير اعمل انقلاب،
أنا يا جماعة عندي 6000 مقاتل محترف، مقاتل في كرري. أول يوم رحلة يوم السبت يوم الانقلاب، أنا بجمع سلاحهم بدخل المخازن. كيف؟ وأنا عندي انقلاب؟ الكلام ده صح؟ العقل بيقبل الكلام ده؟ أنا أخليهم بيستلموا وادي سيدهم وبيستلموا المناطق العسكرية دي كلها، القوات الخاصة والمناطق كلها بيستلموها، ما فوق الجيش، كلها كتائب. ال6000 دول بيستلموا المنطقة دي؟ ما بيستلموا الوادي؟ إخواننا إحنا دخلنا سلاحهم المخازن. الناس دي يا جماعة خطرونا يا إخواننا قدر، وهم القدر من صفاتهم ومن شماتهم. زولهم ذات صنعهم من عدم، زولهم الترابي صنعهم من عدم، قدروا ولا ما قدروا؟ أول ما بدأ ينصحهم ويقول لهم، هم طبعا خلافهم ما خلاف سلطة، بس أنا بالنسبة لي خلاف سلطة طبعا. طيب يا جماعة، قال في 4 أشياء، أربعة دول ربنا قال بعجل في عذابهم قبل الآخرة. نمرة 1 القدر، نمرة 2 البغي، نمرة 3 غيظ الوالدين، نمرة 4 صلة الرحم. ده كلهم مطبقين الكلام ده. نازل استعجل يا اخوانا، هنختصر ولا نمشي؟ احنا يا جماعه، احنا اخواننا قلنا شنو يا جماعه؟ احنا يا جماعه شغالين ديمقراطيه يا جماعه، ديمقراطيه. في اطفال في اطفال في اطفال في ناس كبار، الحمد ما شايف لي ذول كبير، الحمد لله الناس كلهم كويسين. بعد كلامي ما في كلام يا زلمه، كان تقول قبيل، كان كلامك ده تقوله قبيل، لكن خلاص كلامك ده جيبه لنا في ورقه احنا بنقوله. خلاص كويس. طيب يا اخواننا، احنا ما في مشكله، احنا كلنا واحد. احنا يا اخواننا عشان نكون صادقين مع بعض، احنا دايرين نثبت الناس دي، الناس كذابين، ناس منافقين. الناس دي موضوعهم موضوع الايطالي، والايطالي ده قاموا فوقهم. برضو انا قبل ما امشي لحاجه ثانيه، هسه هم قالوا احنا دي ما موجودين. طيب التعايشي عضو مجلس سيادي، الهايف الزمان حقنا ده، الطاهر حجر عضو مجلس سيادي، الهادي ادريس عضو مجلس سيادي، وانا معاهم ولا ما كنا معاهم الناس دي؟ طيب طلعونا احنا ديل، طيب كيف يعني؟ نادي المجرمين، ويا اخوان المجرم لازم يتقابل بنفس الآلة اللي بيستعملها. طيب احنا دايرين نثبت الحته دي يا اخواننا، افهموها. احنا نقول لربنا شنو؟ نقول لربنا شنو يوم القيامه؟ يا اخي ده دمار ل 45 مليون، تدمر بلد عشان ترجع السلطه. 45 مليون، نحن بريئين، احنا ضربونا نايمين، ما عندنا علاقه بالموضوع ده لا من بعيد لا من قريب، والنادي اللي قدرونا. والحرب دي هم فعلا عدوا لها، وقرايتهم صح، ده مسألة قوه يا اخواننا، قوه، والنادي عندهم قوات. الجيش ده خشون بيوت،
جهاز الامن الاحتياط المركزي، صحيح الشرطه ما قاتلت معهم. احنا يا جماعه من هنا بنحيي الشرطه السودانيه الحقيقيه ما قاتلت مع المرتزقه ديل. الان مقلبين العالم كله ضدنا انه ليل انقلابيين ودول خرجوا عن الدوله. يا دي دوله خرجنا عنها، هي في دوله؟ يا في دوله. الحرب دي يا اخواننا حرب مصيريه، ونحن بنخوضها بيكم انتم الموجودين ديل وبالشعب السوداني كله. وما تفتكر انه انت دارفور ولا كردفان ولا ابدا، السودان كله مهمش، السودان كله مظلوم، واكثر ظلم شرق السودان يا اخواننا. عشان كده الان اخوانكم في النيل الازرق الحمد لله ماشيين كويس. ولو ما المسيرات اللي بتقول من دول مجاوره، والله نحن الليله في الخرطوم وفي بورسودان. طيب يا جماعه الانتصارات دي لو نحن الشعب ده ما معانا، شفتونا جبنا تجراي، جبنا الصوماليين، جبنا منو نحن؟ قالوا في كولومبيين. احنا عشان نكون صادقين قلنا جبت لي 10 كولومبي ديل فنيين كان مسيرات. يعني شنو؟ دول بتاع مسيرات. يعني شنو؟ قول جبتوا، ما قول جبتوا كولومبي، ما مرتزقه. انت جايب كم مرتزقه؟ الان الحدود حقتنا الشماليه فيها قوات اجنبيه، الان الرصيص فيها قوات اجنبيه. فنحن ما بنسمي فلان ولا علان، لكن نتلاقى في الميدان كويس. ده كله كذب، احنا ما محتاجين لمقاتلين. صحيح دفعنا ثمن غالي. الليله الانسان في الاسر دي ما فاقد 2 و3 و4 و5 و6 ولغايه 8 شهيد يا الراجل واحد. مش يا الراجل، يعني انسان واحد. يا الراجل ده نقول يا الراجل طبعا الناس كتار، لكن يعني انسان واحد 8. والله اللي بتكلم عنه بتاع ال8 ده عنده 9 اولاد، التاسع في مقعود. دي قضيه ثانيه دول بيتخلى عنها. احنا من هنا بنقول لشاوسنا كلهم مرتبات جاياكم، والحقوق جاياكم، والشهداء حقوقهم جاياهم، والجرح حقوقهم جاياهم. وما في دولة بتقوم بدون مال. واحنا عندنا الموارد، موارد عندنا احنا من الموارد، بس نستغلها صح، نستغل مواردنا دي صح. اين حكومة بتاعت خدمات، ما حكومة بتاعت السلطة. حميت رئيس ده ما دايرة ذاته، ما دايرة ذاته يعني. خلونا بس الكيزان ده ننظفهم، نشيل السرطان ده بس. هنا صب دايرين الشباب ديل هم ديل الشباب الموجودين ديل، من شباب وشابات ديل. احنا جاي نقول الشباب الجنسين، وانا اخواننا مع المرأة طبعا، دائما انا مع المرأة يا جماعة. الناس ديل قالوا ادوك 40%، لقى 40% بيدوك، و40% خلي يدوك لي ظلموا. احنا معاكم والله قلبا وغالبا، ولازم تشاركوا مشاركة حقيقية. احنا ما دايرين مشاركة بتاع السياسة يقول عشان جابوا مرأة وكده. اصلا احنا الليلة جينا ما شاء الله قريبا 12 ما علينا واحدة، اخذنا خدة دي واحدة. ايه بذاته الكلام ده حقنا. لا احنا بنتكلم عن تغيير، نتكلم عن عدالة. اخوانا الكلام ما يكون كلام، يكون فعل، يكون تطبيق. اي زول في اعضاء التحالف ده ال 24 ده المرأة انتوا كتبتوه في دستور كده 40% 40%. ما في كلام غير كده 40%.
لكن لو سالتوني انا بقول يا جماعه احنا يا جماعه عندنا التلت، ربنا قال للذكر مثل حظ الانثيين، التلت ادونا التلت ده، التلت ما بيدوا كلمه. لكن انا كمان من هنا بهرتكم بقول لك انا حقك ما تخليني. اي زول حميتي علي عبد العزيز الحلو، علي الهادي، على اي انسان تظاهرا ثقيفا تحقق ان ده تاخذنا على دور المليون. احنا زي ما تكلم اخونا رفاقي سابقين عبد العزيز والتعايشي، تكلموا عن جذور الازمه، بدون جذور الازمه طبعا ما في حل. احنا ساعين للسلام، احنا ساعين للسلام وما رفضنا اي مبادره، لان السلام ده اسم من اسماء الله يا اخواننا. ما رفضنا اي مبادره، لكن السلام اللي بيجيب لنا سلام حقيقي، ما سلام زي سلام جوبا، ما زي سلام جوبا، ما زي سلام نفاشه القسم البلد بعدين يقول لك الناس الانفصاليين وما عارف واحد يطلع السودان خط احمر. انت مالك وانا السودان خط احمر ولا خط ازرق؟ انت مالك ومالك؟ السودان ده حقنا نحن ديل، ما حد زول ثاني. والله شبر لو بقوا السودان ده بيتقسم احنا بنخليه ذاته. زي ما قلنا يا جماعه السودان ده قسمته الشريعه، ويا ريت لو في شريعه، لو في شريعه ما في مشكله يا جماعه. الكلام ده لازم ان احنا يا اخواننا بالعواطف ما ينفع، نتكلم بالحقيقه. لو في شريعه واحنا وقفنا ضدها احنا ديل والله ربنا بيسالنا، احنا ديل ذات ربنا بيسالنا. لكن هل في شريعه؟ ما في شريعه. فصلوا جنوب السودان، فضلوا شعب عزيز، فضلوا تلت السودان زي ما قال اخونا الرفيق عبد العزيز قبل، تلت السودان مشى. هم انتم حتى مره واحد بيتكلم قال احنا نفضل لنا شارع المكنمير، بس المكنمير ده انا بالسلطه ما عندنا مشكله، خليني من شرق السودان وشندي وشماليه والخرطوم والبلد والجزيره والوسط وكده، بس فضل لهم شارع واحد هم بيحكوا ما عندهم مشكله. يا اخي دي الناس دي المصيبه الله جابها للسودان. طيب نحن المبادرات زي ما قلنا كل المبادرات السابقه والحاليه الان هم ليه بتجاروا جاي نادي طمطم مناور، ناس مجرمين. الكلام الجانبي لو سمحت قفل الباب ده، الكلام الجانبي قفل الباب ده لو سمحت، اقفل الباب ده كويس. تاع مناورهم اصلا عثروا في الرباعيه نفس جده، عثروا في الرباعيه بعدين داير لهم منفذ، داير لهم نفاج. انا النفاج من الدين عشان تطمئنوا. والله يرحمهم الا رب العالمين، والله يرحمهم الا رب، احنا كمان نرحمهم. ولا هم دارجنا احنا مع خطه ترامب، الرئيس ترامب انه بيقول ما في اخوان مسلمين، اخوان مسلمين خط احمر. ده الكلام اللي بيحل المشكله يا اخواننا، ده اللي بيحل المشكله يا جماعه. ايوه احنا يا جماعه كده خلينا نرجع للعهد القديم. النجاشي ده ما كان مسيحي، ما كان مسلم، ولا كان مسلم. ترامب ده ذاته مسيحي، بيحل لنا مشكلتنا. ترامب ده نمسكه قوي، لكن لازم يعرف الحقيقه ويعرف جذور الازمه. صحيح السودان يمكن تكون ما من اولى اولوياته، لكن السودان برضه بلد مهم. السودان بوابه افريقيا. السودان الان المجرمين ديل الان في الثلاث سنين تم الفساد تم في الثلاث سنين دي، والله زمن عمر البشير 30 سنه ما تم. وممكن يدخلوا الارهاب ويدخلوا، يعني السودان بلد مهم. ونحن برضه من هنا مناشدتنا للعالم كله ان احنا كعسكريين ما متمسكين بالسلطه، ما متمسكين بالسلطه. الزول الداير سلطه يقلع الكاكي ويجي ينزل مع المدنيين ديل صناديق الاستراء، لكن ما صناديق بتاعت غش،
صناديق بتاعت كذب، صناديق بتاعت نفاق، يبدلوا الصندوق بالصندوق. ما في صناديق دي بتكون صناديق حقيقية. زول عندك جماهير، عندك بتلقى نصيبك، ما عندك سلام عليكم، شوف شغلتك. برضو يا جماعة احنا نطلب من كل الأحزاب اللي في العالم ارجعوا للسودان. المشردين الآن بهددوا فيهم ونقول لهم ما تجوا السودان، وبرهام بقول لهم والله الرجال تعالوا. احنا بنقول لهم مرحبا بكم، تعالوا ومارسوا سياستكم من داخل السودان. احنا هدفنا يا جماعه الانقراض او الانقطاع على جيش الحركه الاسلاميه، وما فضل فيه شيء، ما فضل فيه شيء. الان الحمد لله حتى الاستنفارات وقفت والناس فهمت وعرفت الموضوع ده موضوع كيزان، وعرفت الموضوع ده موضوع بتاع نفاق. ونحن ما عندنا مشكله ما هلنا في شرق السودان ولا غرب السودان ولا شمال السودان ولا جنوب السودان، الناس كلها عندنا واحد. لكن عندنا مشكله مع الحركه الاسلاميه، وعندنا مشكله مع الانتهازيين، وعندنا مشكله مع المرتزقه اللي الان بيقاتلوا معاهم. المرتزقه دي يا اخوان، المرتزقه من الاجانب والمرتزقه حقين ذاتهم اللي انضموا لهم. وانا من هنا رسالتي لاهلنا في الشمال، زمان الناس اللي بيقولوا حمية تفاوض، الناس اللي يجيبوا عشان يقاتلوا معاه، دي كذبه ولا ما كذبه؟ هسه بقاتلوا معاهم ولا بقاتلوا معي انا؟ والان بقاتلوا معاهم هم. الان بيسرقوا مع جبريل في موارد السودان وبقاتلوا معاهم هم. برضو ان احنا يا جماعه الناس ديل زي ما قلنا ان احنا من ضمن الناس اللي استعملوهم استعمال سيء وحاربوا بين اخواننا ديل. بعدين انا برضو في حته لازم اوضحها للناس. الان اتكلم عن الجنجويد، هم الجنجويد، حتى مسهران قاعد تقول الجنجويد. شوف الكلام ده كيف. انا يا اخواننا انتوا الكلام ده ما غريب عليكم. الحرب دي لما قامت الناس ثلاثه اركان: برهان ماسك من نياله لغايه زالنجه، اي زول اتجند او اي زول، هي كانت ملايش طبعا، كانت دفاع ما يسمى بالدفاع الشعبي والكلام الفارغ ده، وحاجات كده بتقوم اسبوعيا شهريا وبتنتهي على راس برهان ده. ولا ما على راس برهان يا اخواننا؟ دي بالنسبه لجنوب دارفور ووسط دارفور، ده مسؤوليه برهان لغايه ما بقي معتمد في محليه نرتتي. زول ما مؤتمر وطني وما حركه اسلاميه بيجيبوا مؤتمر هناك كيف؟ معتمد كيف؟ ما انت بتترأس لجنه الامن. برهان ده هنا في حاله جانا ده كان عقيد، اللواء بيستشيروا برهان كيف ما يكون كوز؟ كم ما كوز بيستشيروا عقيد كيف؟ اللواء بيستشير له عقيد كيف؟ وفريق بيشتري له عقيد كيف؟ ده برهان، ده ما زول ثاني. الحاجه الثانيه شمال دارفور، شمال دارفور يا اخوان اثنين في تائبين عملوا ابراهيم سليمان، في تائبين ديل تائبين عملوا ابراهيم سليمان، وفي ملايش ديل عملوا ابن عوف اللي هو قائدهم عبد الواحد سعيد والامير حقهم موسى هلال. ولا كلامي ده ما صحيح يا جماعه؟ في ناس كانوا معاهم الناس القاعدين ديل. كلامنا احنا نشهد عنه. المنو جاب الملايش دي؟ وما قبائل عربيه بالمناسبه براهم، لان هذه احنا قابلناهم في شرق الجبل يا اخواننا. احنا يا جماعه اسفين للطفل اللي بيبكي ده والله. كويس؟ الناس احنا قابلناهم في شرق الجبل قبائل، ما قبائل عربيه براهم. وبس يقول لك ما اعرف الافارقه والقبائل العربيه والعرب بيقتلوا الذنوج وما عارف ايه شوف المجرمين دي هاي. قال ده اجرام ولا ما اجرام؟ طيب الناس اللي استخروا عشان يقاتلوا ذاتهم منه؟ القدام سلاح عشان يقاتلوا ذاتهم منه؟
الادام عربات عشان يقاتلوا منه، الادام قروش عشان يقاتلوا منه. انت ده برهان ده ذاتك ما زلت. هناك عبد الله السعيد مع مسهلال، مسهلال ذاته الزول الصنع يعني ابن عوف زايد طلعوه من السجن من بور السودان. مسهلال طلعوه كلكم تشهدوا من بور السودان، جابوه الفاجر ومن الفاجر سلموه عبد الله السعيد ده ماسك القوات، ومسهلال مسمى بامير ولا حاجه، مش امير، مشرف حاجه زي دي غيته. لو الناس تتذكر معي مشرف تقريبا، مشرف حاجه زي دي، ماسك القوات. احنا قابلناه في شرق الجبل، والفضائح حصلت احنا شهود فيها. امشي الجنينه، الجنينه شكرت الله ولا كلام ده ما صحيح؟ شكرت الله انزول جند الناس وما وريت له تجنيته، تجنيد ده في جبل الاخير طبعا بعد 2006 و2000 احنا قعدنا ننطالب وبنتكلم وبنجوط وعرفوا الناس بيفهموا قضيتهم، بعد ذاك بيجندون في حرس الحدود شويه شويه، بعد ذاك الترتيبات الامنيه. الكلام ده موضوع طويل. الناس ديل هم ورا الموضوع ده كله، شيطانونا احنا ديل، سمونا ما يسمى بالجنجويد. الان مسهلال بيقول الميليشيا وبيقول الجنجويد. يا اخي اخجل اخجل، انت الناس ديل انت زولهم، انت رئيسهم ذاته، انت المسؤول منهم، كان بخير وكان بشره. احنا ديل ناس عساكر دربنا في نياله دي من 100 من 40 لغايه ما وصلنا 200 لغايه ما وصلنا 800 في حرس الحدود. انا عساكر ما خشينا. هسه في ناس قاعدين من ضمن المدربين قاعدين، هسه قاعدين في ناس ضباط الان موجودين. ما في ميليشيا عندنا، ما عندنا ميليشيا يعني. احنا يا جماعه قلنا نستفيد من التجربه حقت اهلنا في المسيريه والرزاقات لما قعدنا قدام المجرمين ديل في الخرطوم. الكلام ده برضه عندنا شهود. والفضائح اللي بتحصل تكلمنا فيها قبل ما تحصل، والرأي العام تكلمنا فيه قبل ما يحصل. طيب انا والله طلت عليكم كثير، لكن في نقاط مهمه يا جماعه لازم تفهموا أن الحرب دي حرب بتاعت اخوان مسلمين، والان مدعوم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، والتنظيم العالمي لاخوان الدعم منه معروف. بعدين نادي بيتكلموا، نحن نتكلم سابق. احنا عندنا دلائل. المسيرات اللي بتقوم دي ما عندها ارقام ولا ما عندها؟ عندها بسموه شنو؟ كويس؟ دي كلها موجوده. احنا رامين 12 اكانجي، 12 دي اكانجي بس بدون البريكدار. دي قامت من وين؟ وخط سيره وين؟ ومن ياتو مطار، ده كله معروف. الان الكيماوي اللي اتكلم عنه قبل كده، الكيماوي اللي اتكلم عنه الناس اللي انضربوا فوقه من 2013 ناس عبد العزيز ديل، الكيماوي ده الان بيضربوا المسيرات. في ابو زبد قبل يومين الضربه حقت ابو زبد دي في ظهرت رمد، ظهر طفح، ظهر حاجات كده غريبه، امراض غريبه اليومين دي. ده كيماوي برضه، حتى لو كان خطوا فيه الكيماوي. موضوع ده لازم نوقفه كلنا. بعدين يا جماعه برضه الناس ديل ما شغالين براهم، الناس ديل شغالين الزول الواحد دي غرف. هسه العالم لما يهجموا لك الدوله الفلانيه طوالي تلبي، ما دي الاله الاعلاميه حق التغيير ولا تغيرت؟ الاله الاعلاميه حق التغيير نفس الاله دي ذاتها. يهاجموا الليله الامارات، بكره يهاجموا السعوديه. يا اخوانا احنا برضه الامارات زائد السعوديه برضه نديهم حقهم. الناس اللي وقفوا في التغيير ودعموا ثوره ديسمبر نبذوهم وقالوا ما قالوا فيهم، دفعوا 3 مليار دولار، 500 وديعه، 2.5 منحه مجان. بعد النبذ السعوديين وقفوا، السعوديين من المنحه دفعوا 15 مليون دولار فقط. الاماراتيين استمروا لحمدوك دفعوا لغايه ما كملوا تقريبا المنحه حقتهم، ولا ما كملوا انا ما متاكد في الحته دي برضه. الاماراتيين دعموا اتفاق جوبا، لولا الامارات ما كان في اتفاق اسمه جوبا. لان المرتزق مني ده ذاته، مني ده انا المفروض ما اجيب اسمه ذاته لانه ما يستحق دول يجيب اسمه. احنا اقنعناه انه الدعم بناء السلام الامارات ملتزمه به.
بناء السلام. كويس؟ وفعلا الناس دول عدوا والتزموا وعملوا تصميمهم وعملوا 13 طريق. مشى وقفوا من ناوي ذات، مشى براء الامارات وطلب له حاجات بسيطه ما عندها قيمه. طلب الطريق بين نيالا الفاشر اللي هو مسكولي الفاشر، وهناك من يرتتي لزالنجا. قلنا ليه خدمنا عمليه احنا برانا، ما بتحتاج لدوله تدعمنا من برا، نحن ندي الملتزمين بحاجات كثيره. وجماعه الدراسات دي موجوده بالمناسبه، الدراسات دي هسه موجوده، الدراسات دي كلها موجوده، حصاد مياه، كباري، طرق، بنيه تحتيه، حاجات كثيره. وقفها المرتزق مني لا، عشان حاجات ما عندها قيمه، لانه هو كان حاكم اقليم دارفور يا اخواننا، هو كان حاكم اقليم. الكلام ده احنا ما بتكلم يا جماعه، اي كلمه قلتها انا هنا مسؤول منها، اي كلمه انا قلتها انا مسؤول منها يا اخوان. كويس؟ وقف التنميه دي، الناس دي ما قصروا، دعموا الناس، دعموا الشعب السوداني. وبعدين ما فهموا الاعلام حق المجرمين دي، لانهم كاشفينهم وعارفينهم. احنا بنقول لهم شكرا جزيلا. طيب انت داير تتكلم ليه عن الاتهامات حقت الدول؟ يا اخي الان في طيارات بتقوم يوميا من مطارات تضربني انا يوميا، العالم كله شايف، العالم ده ما قالوا بقي قريه. اي ذو شايف الطياره المسيره تقوم من وين، والمسيره دي يا اخواننا خطها واضح، حتى بالاقمار السنويه الناس بيجيبوها، تقوم من ياتو مطار وبتقوم 200 وبتضرب 200 وبتتواجد 200. لكن في زول بيتكلم. بعدين برضو الوسطاء يا جماعه، وسطين الوسطاء كلهم، اي زول بيتكلم عن مؤسسات الدوله وما عارف مؤسسات الدوله، وبيتكلم عن حكومه ما عارف موازيه ما موازيه، احنا ولا تختلفوا بين الاثنين ولا كمان الاثنين. احنا يعني احنا في النهايه احنا انقلب علينا. تعال اعملوا تحقيق، تعال اعملوا تحقيق، لو في عداله اعمل تحقيق، شوفني هل انا انقلبت ولا زول انقلب. لو انا اتقلبت بتحمل تبعيات ووزر هذه الحرب اللعينه، ولو اتقلبوا الكيزانه والمجرمين ديل يتحملوا تبعيات ووزرها. يا اخوانا دي عداله ولا ما عداله؟ لكن انت تقول لي ما عارف مؤسسه الدوله وما عارف ايه تديني ذنبي معك شنو يا زول؟ انت عارف شنو؟ والله الاغاثه اللي بيتكلموا عنها في الكويت والله انا ماني عارفها. سالته ياتي اغاثه يا اخي رتل تا ذخاير ووقود جاي كاتب لي ناس يخلوهم يضربوا. فانا الكلام ده صح؟ ده اللي عارفه انا، والله ماني عارف حاجه غير كده. رتل حق مواد تموين قتال ووقود عشان يتقدموا نخليه؟ انت تدقني من الذخيره ادق انا جد لك بسكويت يعني ولا اسوي لك شنو؟ فانا كلامنا صح؟ احنا يا اخواننا برضو لازم نفهم الناس ديل مستغليننا الان الحروب في بلدنا. والله الان احنا بنقرا التقارير، لو حصلت مشكله بسيطه في كوبونج يقول لك استغلوها طوالي، واللي بيستغلها ود كوبونج ذاته يا جماعه المصيبه ود كوبونج زول من اسرته. انا قيت الحركه دي الاسلاميه دي، انا قيت الناس دي الشياطين ولا بشر، انا قيت بستغرب. يا اخي دي اسرتك امك وابوك واخوانك واولاد عمك اتقاتلوا وانت مدير جهاز، بدل تقول يا اخي وقفوا الحرب دي تقول استغلوا الموضوع استغلوه. دور ترسل بنكك من وقفها لهم بالمناسبه.
والعمله حقتهم دي بنوقفها لهم، العمله القديمه دي. ساعدونا في النظام، ساعدونا في النظام، ساعدونا في شنو يا جماعه؟ ساعدونا في الشباب اللي في الميدان، ساعدونا يا اخواننا، وقفوا الفوضى. الشفشافه قصوا اي شفشافي، انا ما بقول له اقتلوه بدون نهايه لكن بالمحكمه. الشفشافه ديل اي شفشافي، اي شفشافي محكمه ميدان ما دقريت ما بشيل ذاته ثاني. دقريت يشيل كم ملايين؟ اي شفشافي نقص راسه طوال لكن بالقانون يا جماعه. نحارب الشفشافه، نحارب المجرمين، نحارب المرتزقه الجوانا، نساعد مع بعض، ناخذ يدنا مع بعض، نبني بلد. عندنا موارد، والله عندنا موارد. ما تفتكروا احنا ما شايفين الفوضى الماشيه؟ الفوضى الماشيه احنا شايفينها، لكن ان احنا دايرين نكمل. الان الحمد لله احنا اكملنا الحكومه. برضو يا جماعه الحكومه دي يا جماعه عندها لها كم 20 وزير، عندها لها ما اعرف كم مجلس رئاسي، عندها لها كم مفوضيه، تلحق للامه دي كلها الملايين دي كلها تلحق لها؟ خلاص يا جماعه نحن برضو نصدق لبعض. بعدين برضو نحن نرجع ما نفكر بس إلي للوزير والمجلس الرئاسي والمفوضيه والسلطه، لا نبني من تحت. لكن موجودين في خارجيه، لكن موجودين في جهاز امن، لكن موجودين في شرطه، مؤسسات الدوله كلها اتفاق الزيرو. تعالوا امشي ابني من تحت وامشي فوق. من المحليات، من محليات نبدو نمشي فوق. السلطه دي يا اخواننا، ان احنا يا جماعه المثل انا لقيت ان اخواني ديل الدستور ده انا ما حاضر فيه طبعا، انا في الخرطوم، لكن اللامركزيه دي انا شيء عرفته فيها. زي انا بضرب لكم مثل، زي الزول عنده اولاده، ده المركز للهامش، او المركز للشعوب الاغاليم. زي الزول اللي عنده اولاده كبروا ويا زول شايلين مال ومشى قاعد صنقر هناك شيك في بابه. احنا دايما نوصل المركز ده للدرجه دي يا جماعه. المركز هو اللي يحتاج لنا، ما نحن نحتاج له. القروش يا جماعه كلكم شفتوها بيجمعوها من ان شاء الله يا رب. كلكم شفتوا القروش دي في من فرفرنة والجنينه ونياله والضئين والمدن دي كلها، الموارد دي كلها بشيلوها وودوها الخرطوم، واحنا منتظرين في نياله المرتبات بتنصرف. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح يا مسار؟ انت كنت وزير قم فوق، مزار ده كان وزير قم فوق، مو قم فوق، ما انا بدأنا اشوفه كان وزير مزار ده كان وزير من حزب الامه. جاء ما كوز الزول ده اخوانا، حزب الامه كويس. يا هو مسار موجود، ان احنا بننتظر المرتبات وحقنا بشيلوا شوالات شحن بودوه الخرطوم. ده الكلام العالج، الدستور ده عالج الكلام ده يا جماعه. الدستور ده انتوا رافضين علماني ما عارف قاعدين في الدين ده، تصل في بيتك، صل في مسجدك. هسه نحن قاعدين مثلا في دوله افريقيه المساجد يسيء شاكر الليل الصباح ده كله، في ذول قال لهم ما تصلوا، ودوله علمانيه 100%، وذول قال لهم ما تصلوا. الدين ده بينك وبين ربنا، الدين حق الكتاب احنا ما دايرينه. انا كنت قالوا زمان طبعا لما كنت قبل الحرب ده ما بقول له ما بوافق والله في العلمانيه دي نهائي، لكن اول ما ضربوا لي قال لي قلت لهم علمانيه فصل الدين عن الدوله، ما تغريد مصير، امشوا بس ما ترجعوا لي ورا. نحن لو دايرين سوداننا ده يكون سودان موحد، اول حاجه يبقى عندنا قضيه. الشهداء اللي دفناهم ديل في الخرطوم ديل، الشهداء يا جماعه حفروهم وقالوا ديل الاسرى حقينه. شوف النفاق، الشهداء حقنا في الرياض. يعني احنا يا جماعه لو ما رجعنا الرياض وما رجعنا جبل اولياء وما رجعنا الجيزه، ما رجعنا الكلام ده، والله يخلنا دم الشهداء يا جماعه، والله يخلنا دم الشهداء.
اسمعوا كلامي ده كويس. لو ان احنا الحته دي ما مشينا ما رجعنا الحتات دي والله يخلنا دم الناس المساكين دي. عشان كده ان احنا يا جماعه خلونا نبقى ناس قضيه. انا رسالتي دي ما لكم انتم الموجودين ديل، لكل السودان. وما ما تنغشوا يقول لكم الان احنا الشمال ما معانا ولا الشرق ما معانا ولا خرطوم ما معانا. والله الناس خايفين خوف بس. ولكن برضه عشان نكون حقانيين برضه الشفشافه يا جماعه. يعني احنا يا جماعه ما كرهونا، ما الشعب يكرهنا عشان وسي لو مشينا بالشفشافه ذول بيقبلنا ما عشان نكون صادقين. انا بالشفشافه ما ماشيين تاني. لو بقي بالشفشافه ما دايرين نمشي ذاته. لازم نقطع دابر حاجه اسمها شفشافه، زي ما بنحارب البرهان نحارب الشفشافه. والله نمشي زي الطلقه. والله نمشي زي الطلقه. وبرضه الحرب دي تغيرت. كان بخيل نقاتله وكان بمواتر نقاتله. نرجع لحرب الصحابه الجبال بالخيل ده نقاتله. خلي من سيارات تضرب لها كم جواد، عندها لي 10 صواريخ 12 صاروخ الاكانجي تضرب كم؟ الباقي بيصل. يا اخواننا الدارين منكم نبقى ناس حق، نبقى وطنيين، نبني بلدنا. ان احنا كون نقول ما عندنا امل للمستقبل، احنا والله كلنا امل. والله ترجعوا باذن الله، ترجعوا وعزيزون ومكرمين. ترجعوا في البلد انت تشعر فيها انت ماشي انت سوداني. بعدين يا جماعه احنا من هنا شعارنا انا سوداني انا افريقي. انا سوداني انا افريقي. انا سوداني انا افريقي. خلونا من الطاقين اللي مركبينها علينا ساكت دي. انا طلت عليكم شديد والله. لكن اي زول داير يتوسط، داير يكون وسيط. ان احنا بالنسبه للرئيس موسيفيني ان احنا مبادرته ان احنا ما عندنا فيها اي كلام. واي مبادره اكدوا تاكيد تام اي مبادره احنا ما حنرفضها. علينا الامريكان اديناهم مسوده. هم جاوا مسوده، عدلنا المسوده ادينا لهم. بعد ما مشينا واشنطن المسوده دي ما ظهرت يا جماعه، ان الكلام ده كان سير بيننا وبينهم، لكن هم كشفوه كويس. الوثيقه الثانيه جابوا وثيقه عدلناها ما رجعوا لنا. ولعند الان ان احنا مع التفاوض ومع الرباعيه، رغم ان عندنا حاجات كثيره فيها، لكن خلينا نصل لسلام. في النهايه احنا نصل الباب. احنا عندنا السلام ده عندنا له برنامج ثابت. حل مشكله السودان دي في الدستور وفي الميثاق. خليك عندهم شيء. اي سوداني ثاني اي سوداني عنده اضافه خليه يقول لنا والله يا جماعه دستوركم ده فوق 1 و2 و3 وميثاقكم ده فوق 1 و2 و3، انا بضيف 1 و2 و3 او بحذف 1 و2 و3. لو انتصر علينا بالمنطق احنا ما نتكلم عن ديمقراطيه ولا نتكلم عن ديمقراطيه. خلاص احنا نكون حقانيين. يا اخي الواحد ده غلط، 2 صح، 3 غلط، 4 صح، انت تجيب الصح اللي عندك. لكن الكلام ده ما كوز بالمناسبه. كوز ما في نهائيا. ولا كرتي ولا برحمة هارون ولا شيطان رجيم. ما في. أم برهان الآن هو والله برهان شغال بتعليمات أسامة عبد الله وأحمد هارون على كرتي، تعليمات مباشرة. ما يخشنا يا أخي. بعدين هذا برضه غلطتهم. برضه هو جطيش برهان ده بالمناسبة، هو تقرأ الشاطر. أبدا والله هو من أول يوم كان يقول أنا حركة إسلامية. ممكن نادي فاوضي بالمناسبة. من أول يوم يقول أنا حركة إسلامية. أنا تبع التنظيم الإسلامي. كان شوي بكل لي أفضل الليلة، لكن أنت حيقول شنو؟ هسه مشت لفت بقت أسوأ من الإيطالي. رأيك شنو تو؟ بعد الدمار والتشريد والكتل
الآن الأمة كلها بقت ما موجودة ودمرت السودان. وتاني جاتك الإطاري أسوأ من الإطاري. جبال نتكلم عن دمج الدعم السريع، نتكلم عن دمج الحركات المسلحة، نتكلم عن دمج ما عارف إيه. الآن نتكلم عن بناء جيش جديد. الأحسن لك هنا يا مغفل، الأحسن لك هنا، أحسن لك الدمج ولا أحسن لك بناء؟ بعد ده ما في فلان ولا علان ولا الله نبنيها من تحت. كلام ده ما كلام ساقط، نبنيها مع بعض بالنسبة والتناسب. في الكلية ما أعرف، الكلية دي لا تتغير، في الكلية بالنسبة والتناسب، في الجيش بالنسبة والتناسب، حسب الله قدرتك. متزوج 4 تجيب عيال كتار، متزوج 1 تجيب عيال بسيط. كويس؟ لعب تاني ما في الموضوع ده يا اخوان. بعدين برضو المبدا، انا تاني نرجع للمبدا. المبدا هسه نحن لو رجعنا، في ناس الان بتتكلم ما عارف ايه ودعم الاخوان المسلمين، كانت ضد الاخوان المسلمين، هم اللي عرفونا الاخوان المسلمين. يوم برضو التحقيق ده حيجي يا اخواننا. الناس دي اللي احنا الان عرفنا انه الناس دي ما دارين يحاربوا الاخوان المسلمين، هم دارين يدمروا السودان. لانك انت الليله تقول لي انا داري احارب الاخوان المسلمين وانت حارب الاخوان المسلمين، وبكره تجي تقول لي يا اخي انت تعمل لي الاخوان المسلمين ما انت داري تدمر السودان، انت ما داري تحارب الاخوان المسلمين، تدعم الاخوان المسلمين. في تناقض ولا ما في تناقض؟ برضه الموضوع ده جاي، في ناس كبار موجودين الان عاملين فيهم فاهمين، لكن والله الحبل ده كل يوم ماشي بتلفلف في رقبته. مهما كانت قيمتك ربنا اقدر منك. نحن لولا قدرة ربنا نسوا مع الناس دي شنو يا جماعه في ذمتكم؟ اليوم الاول والثاني والثالث ده المفروض هم كان خاطين لنا 4 يوم، 4 يوم بقت 4 شهور برهان قاعد فيه. والله لو ما الخواجات من البدروم ما يطلع، لكن في الخواجات 4 يوم بقت 4 شهور جوا البدروم. بعد ذاك بعد سنه طلعونا من الخرطوم، طلعونا من المسيرات، طلعونا بالاختراق الامني، طلعونا بالمال، طلعونا بحاجات كثيره جدا. هم متخصصين طبعا، ده شغلهم. انا يا جماعه الارتزاق ده كفايه منه، الارتزاق كفايه منه. خلونا نبني بلد عندنا بترول، مش بترول هجليك، البترول كثير في الصحراء، بترول في الحدود الليبيه السودانيه التشاديه. والله بترول يكفي السودان ويكفي بلدان. عندنا الذهب، عندنا الماشيه بانواعه، عندنا المحصول بانواعه. شنو اللي ما عندنا؟ شنو اللي ما عندنا يا اخواننا؟ بس فاقدين اراده، فاقدين اراده، دارين صدق. كيف نصدق مع بعض؟ كيف نحارب الفساد الماشي ده؟ كيف نحارب الفوضى الماشيه دي مع بعض يا اخواننا؟ انا ما داير اطيل، انا والله بشكركم كثير، ونحن معاكم قلبا وغالبا، ونحن بنتابع مع اخواننا ناس التعايشي كل مشاكلكم. صحيح ما بنقدر نقول لكم ليه عندنا عصات موسى، الان نحن بنعمل 1 و2 و3، لكن باذن الله ترجعوا عزيزين مكرمين لبلدكم. 2 احنا نجيب مع اخواننا هنا في يوغندا عشان يكملوا لكم كل اللي هم بيستطيعوا، وخاصة مشاكلكم من إعفاءات، من تعليم، جامعات، حتى أولادنا اللي في الداخل، حتى أولادنا اللي في الداخل برضه احنا نسعى مع دول كثيرة الآن، مع دول كثيرة. في دول ادتنا منح، في دول ممكن نقرا فيها بحقنا، في يعني ما مش نقف في يوغندا ولا في أفريقيا، ممكن نمشي بلدان ثانية برضه. أنا ما داير أطيل عليكم، أن احنا سعيدين بوجودكم واتمنى لكم التوفيق. وانتم الان ما شاء الله كلكم شباب وشابات، ونحن يعني انقل تحياتنا لكل اسرنا في يوغندا واسرنا في نيروبي وفي كل الدول المجاوره، واعتذروا لهم نيابه عننا. الحرب دي نحن مجبورين فيها ولازم نستمر فيها، ونحن مجبورين ما علي كيفنا. فبارك الله فيكم، وربنا يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله، وموفقين، والدعوات الصالحات ان شاء الله. شكرا جزيلا. سودان قريب الحطب، سودان قريب يتقدم، سودان قريب يتحطم، سودان قريب يتحطم، سودان قريب يتحطم، سودان قريب يتقدم، سودان قريب يتحطم.
مبروك مبروك يا شباب، مبروك، شكرا لكم. قدام بس. انا اوقف والله. كابوري وين؟ وين كابوري؟ كابوري جامعين هناك. مشاهدينا الكرام، كنا معاكم في تغطية مباشرة عبر سودان ميكس. لحظة بس كده عمك، لحظة بس، لحظة لحظة لحظة. ارفعوا